يعني مثلا ممكن يبقى عندك حلم بحاجة وانت مميز فيها وغيرك نفسه يتعلمها، وانت تقول لنفسك لأ، انا مش هعرفه عشان ما يكونش افضل مني ولا احسن مني. ليه خايف؟ انت ضامن نفسك بكرة اصلا هتبقى موجود ولا لأ؟ وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمن الثلاثة دول علم ينتفع به، يعني علم علمته لغيرك. خليك النور اللي يدخل الناس، ومش لازم بفلوس وحاجات كتير، لا، ممكن بكلمة طيبة، ممكن ببسمة، ممكن معلومة، ممكن انك تشيل اذى في الطريق، ممكن بدل بواقي الاكل اللي بتترمي تتجمع وتتساب للحيوانات اللي في الشارع زي الكلب او القطة، او اذا حد تعرفه بيربي فراخ. وممكن كمان جبر خاطر، زي انك تقولي مثلا لحد: انت شكلك جميل قوي النهارده، او انت ضحكتك حلوه قوي، ايه ده انت لفيتي الخمار بطريقه جميله قوي النهارده، الله تسلم ايدك الاكل النهارده تحفه. الحاجات دي بتفرق جدا في يوم الشخص. وممكن كمان لما تروحي